السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى حبيت أقول لكم إن أنا جبت لكم أبو سليمان لغاية البيت. اللي ما يعرفش أبو سليمان، أشهر محل مكرونة فيك يا جمهورية. طبعا ده تحفة التحف. بصوا بقى، تحفة يا تحفة. عدس، مكرونة، حمص، تقلية، وإلا بقى الدقة. السر معايا هنا في الدقة. اللي هتدوقها وما تقولش لا. عايزين كشري؟ ماشي شغال. مش عايزين كشري؟ عندنا برضو مكرونة وبرضو حلو. بصوا بقى، مش حلوة اللي بالكوا فيها، لا طعمها حلو يعني. وطبعا بقى هنا هتبصوا على على شوية حاجات بقى باقية من الشهر. حبة مكرونة، على حبة عدس، على حبة شعرية، على حبة مكرونة تانيين وكده. حبابي حبابي يا مكرونة، هتعمل بيقولك كتر المرقة عشان تزيد البركة. افتكرتها، كتري المرقة عشان تزودي البركة. كل حاجة ببركة ربنا بتمشي. احنا اخر الشهر لازم ندبق ونوفر. معلش الفيديو طويل عليكم حبتين، بس الفيديو فيه افادة. بأمانة ربنا الفيديو فيه افادة. اي افادة هتستفاديها هتلاقيها عندي في فيديوهاتي. هتوفري من غير ما تحتاري ولا تكلفي نفسك اي شيء. خلي بالكم، الطريقة دي مش هتلاقوها عند اي حد تاني، عندي هنا وبس. بصوا بقى، انا هنا جايبه لكم تريكات سهله وبسيطه، ما فيهاش اي افتكاسات. انا سبت المكرونه تستوي. بصوا البصل هنا الاول انا بقطعه بقطعه رفيع جدا. السكينه دي عندي صغيره بس حاميه، عامله زي الموس، تحفه. انا مش هقطع غير بيها عشان خاطر ترقق معايا البصلايه، بدل بقى ما المبشره ووسخ المبشره ودربكه بقى على مش مستاهله. انا قلت اقطعها كده نصين، وبعدين بقطعها بالجناب كده زي ما انتم شايفين. ولو بتيجي معايا تخينه شويه بقطعها رقيقه بايدي. انا هنا جبت المكرونه الاسباجيتي ونزلت بيها، لا نزلت بالقلم. اول ما ابتدت تغلي انا قلت بقى هتاخد سوا، مع ان المكرونه كلها والله كانت هتاخد سوا واحد. مكرونه سايبه على مكرونه الملكه زي ما شفتوا، على مكرونه تاني سايبه، وده نوع وده نوع. اكيد دي عجينه ودي عجينه، وده سمك مكرونه وده سمك مكرونه. بالعكس كله خد سوا واحد. اخر الشهر لازم تلمي كل تركاتك اللي موجوده في البيت. عندي شويه عدس، عندي شويه حمص، عندي شويه طبعا الحمص ده خلي بالكم ده بتاع العيد، انا ما عملتهوش مخصوص. ولما كانش عندي حمص انا ما كنتش عامله، ان العيال مش غاويه قوي. انا اللي بغصبهم برضو ان هم ياكلوهم عشان يتعودوا ياكلوا كل حاجه. اقول لهم هو ده اللي موجود ما فيش غيره، وفعلا انا ما بعملش غيره. فهو ده الموجود اللي يتاكل. فاللي هيجوع هيقرصوا الجوع شويه هيضطر يروح ياكله. انا هنا حطيت حبه نشا. جبت الحله اللي انا هعمل فيها الرز بعد ما صفيت بقى المكرونه خلاص. كلكم شاطرين بتعرفوا تسلقوا المكرونه، واللي مش عارف يسلق كذا نوع مع بعض يسلق نوع نوع. جبت الحله اللي سلقت فيها المكرونه، حطيت فيها شويه الزيت بتوعي، وحطيت عليها، حطيت عليها البصل حطيت عليه نشا وقلبته فيها من غير ملح ولا اي حاجه. حطيت عليه نشا بس وقلبته. تقدروا تحطوا دقيق، بس بصراحه انا ما جربتوش بالدقيق، انا بعمله بالنشا كده بيطلع حلو. المفروض كنت طلعته فاتح عن كده، بس والله كان جميل ما غمقش. يعني هو بيغمق حاجه بسيطه. المفروض كنت طلعته فاتح عن كده شويه، بس انا حسيت ان هو لسه فيه طري، فانا عايزه اطلعه كله مره واحده، مش هقعد انقي منه عشان طبعا رفيع. فانا بقى بعد ما خلصت الزيت عايزه اعمل بقى عايزه اعمل الرز واعمله بالزيت. بيكون جميل جدا وبيكون حلو جدا لما بتعمليه بزيت بتاع البصل، بيكون تحفه. بصوا، انا حطيته حبه زيت وحطيتهم كده، رحت محمره فيهم الشعريه. اهم حاجه انك انك تحطي تركاتك. تركاتك يعني تركاتك. حمرت الشعريه ورحت نازله بيها بالرز. انا عايزه الرز يبقى عامل زي المسلوق، مش عايزه الرز يبقى يبقى متشوح كده ومفلفل، لا. انا هعمل كل حاجه لوحدها. انا ولعت على العدس، غسلته وولعت عليه، وهنا وعملت الرز بالطريقه دي. يعني بصوا العدس
هحط عليه بقى ايه، استوى معايا وبقى جميل كده قبل ما يتهري، دايب كده قبل ما يتهري على طول. وبس، وسبته كده. انا عريته ولقيته شرب الميه بتاعته، حطيت له بق ميه صغير وفضلت اقلب فيه. بص عشان ايه التوابل يعني تغلف فيه. وجبت بقى ايه شويه زيت، وحطيت عليهم مكعب كده من الثوم، ودقيت قرن فلفل بس لقيته خشن، هروح ادقه وارجع احطه تاني. وهنا بقى ايه عشان ما يبقاش حتت حتت كده. طبعا انا بعمل كذا حاجه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. يلا، مين هيقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد؟ طبعا هقلب بالمعلقه كده على طول. طبعا عندي حله طماطم كنت شايلاه في التلاجة، ضربها شايلاه في التلاجة، طلعتها بقى. عشان ايه؟ عشان نعمل التركية البسيطة دي. القوطة بقى كانت رخيصة، زي ما انتوا عارفين القوطة وصلت 5 جنيه، والتلاتة ب10 كمان، وفي ب8 جنيه وفي ب10 جنيه، اسعار متفاوتة. بس انا لميت بقى كل الطماطم اللي عندي في التلاجة عليها وعملتها مرة واحدة عشان يشيلوا بعض. بس على ما حطيت الطماطم بنزل الاول بالثومه والفلفل مع بعض يتشوحوا، ياخد تشويحه واحده اشم ريحتهم، مش يتشوحوا قوي يعني، اشم ريحتهم. بس بصراحه انا سبتهم شويه، بعدين نزلت بالخل وراهم بالطماطم على طول، مش بستنى الخل يغلي فيها ولا حاجه، اصل هي مش فته ولا مسقعه. فهنا بقى جبت، فاكرين دي؟ يا رب بس تكونوا شفتوا الفيديو بتاع ايه، الكبسه، فاكرينها؟ كبسه بقى ولا مقلوبه زي ما تسموها، بس هي مش مقلوبه، هي كبسه او اللحمه برز، زي ما تسموها. اللي هو كان رز بسمتي ومعاه اللحمه. كانت طريقته حلوه برضو، كان خفيف جدا. ده الدقوس بقى بتاعه، صوص الدقوس بتاعه. انا عملت ايه، كان في التلاجة والله، كنت حطاها البوله كلها، كنت ملبساها كيس، نزلت بيها بشويه كمون. وانا بقى ما حطيتش عليها اي حاجه، ان هي فيها كل حاجه بصراحه. كنت بقطع طماطم وفلفل وكده، بس انا بقى استغنيت عن الخطوه دي، قلت انا هعملها كده، كانت في منتهى الجمال. والطريقه دي انا هعملها على طول. يعني جبت فلفل وتوم، طبعا انتوا عارفين المكرونه هحط عليها ايه، هحط عليها شويه زيت كده عشان تفضل مفلفله وجميله ما تنشفش مني. انا هنا حطيت عليها الدقه، حطيت عليها حبه ليمون، حطيت عليها عصره ليمون، وحطيت عليها فلفل، حطيت عليها كمون وملح وطماطم وفلفل حراق، وعملتهم مع بعض. كنت فرماهم يعني في الكبه او في الخلاط، ما حطيتش عليهم اي نقطه ميه. لما جيت بقى اعملها دقه، زودتها حبه ميه وحبه خل وليمون وكمون، وزودت حبه ملح. وهنا بعد ما خلصت بقى كل الاكل بتاعي، انا ما عملتش شطه، حطيت على الدقه حبه بابريكا وحبه شطه صغيرين، وكانت طعمها في منتهى الجمال. وحالا الان موعد الغرف. اللي عايز كشري، واللي عايز دقه، واللي مش عايز، واللي عايز ياكله في ايه، في ايه يا ترى؟ بس ده كشري عادي، ده طبق كشري عادي. انا حطيته لهم كده عشان العدس يبقى باين. والله كان طعمه في منتهى الجمال. جربوا بس تعملوا العدس كده وتحطوا له ملح وكمون، ما تحطوش عليه اكتر من كده، بيبقى لذيذ. ويا ريت بقى ما تغسلوش، يفضل ان العدس ما تغسلوش وتشطفيه، سيبيه زي ما هو يشرب في الميه بتاعته، ولو محتاج حطيله حبه بحبه، بيبقى في منتهى الجمال. بصوا الرز لوحده، الرز يعتبر مسلوق. ان انا عملت ايه، حطيت الميه بتاعته العقد بتاعه على الشعريه على طول، وكان في منتهى الجمال. وبعد كده غلوه واحده ونزلت بالرز، ما استنيتهاش تغلي غلوتين، غلوه واحده وانا واقفه ونزلت بالرز عشان يبقى زي المسلوق. ورجعت زودت حبه ميه كمان. هنا بقى الولاد عايزين ياكلوا في الكيس. طبعا الكيس ما اعرفش ايه الاختراع اللي هم اخترعوه ده، ما يعرفوش يعني ايه كشري في الكيس، بس هم بقى حابين كده. شافوا بقى في التلفزيون، وشافوا مش عارف برنامج مين ومين بتقول ايه ومين بيقول ايه، وفي افلام ايه، الكلام ده كله. وشافوا الراجل بتاع الكشري بيحط في اكياس لحد. فانا بصراحه قلت لهم براحتكم اللي انتوا عايزينه. خدت ندى الكيس بتاعها وخرجت بعد ما كلت منه وعجبها، تمام.
عدي قال لي يا ماما وانا كمان عايز اكل زيها. قلت له انت متاكد يا حبيبي؟ قال لي اه يا ماما انا هاكل زيها بالظبط. قلت له طيب زي ما تحبوا. ورحت حاطه لهم الاكل كده وقعدوا اكلوا. والله عجبهم وكان جميل. انا بقى ما حبيتش الكلام ده، انا حبيت اعمل فيها ابو سليمان واضحك على نفسي كده. وحطيت والله طلع في منتهى الجمال. بس انا لما دقت الطعم كده قلت لا العدس ده قليل، عايز شويه عدس وشويه دقه. زودت العدس وزودت الدقه. شايفين الحمص وتركاته بتاع العيد يا جدعان؟